امي بقى ايه يا عم عبد الله، ابويا الله يمسيه بالخير زي اي اب مصري عايز يامن مستقبل عياله. هو ايه يا اسطى؟ جزائري مصري. الدنيا باظت في مصر بقى والجنيه راح في داهيه. قال لك ايه؟ اشتري شويه حاجات من هنا 30,000 ابيعهم هناك، حتى لو مش هكسب فيهم هيتحولوا للضعف. ما هو الجنيه الجزائري بقى ب 2 جنيه مصري، يعني ال 30,000 هيبقوا كام؟ 60. وانا بقى واخواتي بقى اللي ايه كله بقى يحقق احلامه بقى، يقول لك يا مش سافر سفريتين واتجوز، والتاني يقول لك اشتري مش عارف ايه، والحياه بقت ورد معانا. المهم يا عم ايه، جهز الشنط. كان مسافر هو وعمتي وستي والواد يزيد اخويا الصغير. تمام. كان معاهم كام شنطه؟ 10 شنط. حلو. 9 شنط فيهم الحاجات بتاعتهم والهدايا وبتاع، والشنطه اللي فيها الايه، ال 30,000 اللي احنا استلفناهم عشان يجيب بهم الايه، الشغل ويبيعوه هنا. ورحنا يا عم وديناه المطار وسلام يا ميسيو، وقعدنا نعيط وبتاع وتوصل بالسلامه. وانا اهم حاجه عندنا ايه؟ الشنطه. مالناش دعوه. المهم يا عم راح ويسافر وبتاع، ويوصل المطار ويوصل عند قرايبي. بنرن عليه بقى عشان نطمن على الايه، على الشنطه. بنقول له عامل ايه يا ميسيو وبتاع مش عارف ايه. يقول لك الشنطه ايه، ضاعت في المطار. قلت له يعني ال10 شنط ال9 ما ضاعوش والشنطه اللي فيها الشغل هي اللي ضاعت؟ قال لك اه والله. قلت له بالله عليك ما تفكر في مستقبلنا تاني. انت دلوقتي بدل ما هنفكر في مستقبلنا هنفكر ازاي نرجع الايه، ال 30,000. وده ينطبق عليه المثل ايه بقى، او ينطبق علينا مثل ايه، الفقر هيفضل فقر. فعشان ما تتعبش نفسك. شكرا شكرا شكرا.